هنبدأ فيلمنا بجاريد، شاب عنده قناة على اليوتيوب لسه في بدايتها، بس القناة بتكبر بسرعة وبيبقى عدد المعجبين بيزيد كل يوم، وبيعمل بث على الهوا وهو بيستريمر، وبيعمل كمان استكشات وفلوجات، وبيفضل يتحدى زمايله البلوجر التانيين على اليوتيوب، وبيوصل جريد ل 2 مليون مشترك على قناة اليوتيوب. فبيعمل فيديو بيشكر فيه المتابعين وبيقول لهم انه بيحبهم، وبيبوس الكاميرا كأنه بيبوسهم، وبيروح جريد لمكتب البريد وبيطلب من شيل الموظفة رسائل المعجبين اللي جات له، وبيقول لها انه يوتيوبر، وبيبان انه معجب بيها، وبيحاول يتكلم معاها لوقت اطول، وبتوعده انها هتبص بص على قناته بس لما تخلص شغل. وقبل ما بيمشي بيديها رقم موبايله، وبيروح جريت محل الكتب بتاع ابوه اللي بيبقى شغل اليوتيوب مش عاجبه، وبيقول لابنه انه لازم يخلص جامعه الاول، بس جريت بيقنعه ان اليوتيوب فلوسه كتير، وبيديله شيك من البنك. وبيتفاجئ ابوه ان ابنه بيعمل فلوس بجد من على الانترنت، بس بيرفض انه ياخد الفلوس. وبيبقى جريت واثق في قدراته انه يخلي الناس تستمتع بمحتواه، وبيتفرج 4000 مشاهد على جريت وهو بيعمل لايف للعبه مع اصحابه اليوتيوبرز. وفجاه بتنضم مشاهده اسمها المعجبه رقم 22، وبيرحب جريت بيها، وبتهزر البنت معاه، وبيقول لها جريت على قاعده، وهي ان ممنوع انه يرتبط من اي حد من المتابعين، بس هي بتقول له انها ممكن تعمل اي حاجه علشان ترتبط بيه، بس هو بيرفض بادب. وبتتفرج شيل على البث بتاع جريت، ولما بتسمع صوته وهو بيتكلم مع المعجبين قلبها بيدق جامد، وبتقابل جريت شيل في موعد غرامي، وبتعجب بيه اكتر وهو بيتكلم عن توأم الروح، واللي بتكون شيل مصدقه ان كل انسان ليه توأم روح، بس جريت ما بيصدقش الموضوع ده. وده بيدي جريت فكره عن فيديو يعمل، وبيسجل جريت الفكره على موبايله علشان ما ينساهاش. وبيتحركوا من المطعم اللي هم فيه، وبيروح البيت وبيسالها لو توافق انها ترتبط بيه، فبتوافق شيل، وبيرتبطوا ببعض. وبيصحى جريت وبيلاقي ان شيل كانت بتبص عليه وهو نايم وبتضحك، وبتقول انها المعجبه رقم 22. فبيقلق جريت لانه عارف ان المعجبه رقم 22 من مدينه شيكاغو، وبتقول له شيل انها سابت الجامعه علشان تبقى قريبه منه، وهي بتحبه بجنون. وفجاه بيوصل اصحاب جريت لبيته وبيقعد معاهم في الصاله، وبيكون اسمهم كيكي ولايل، وبتستنى كيكي ان شيل تمشي من البيت، وبيبقى لايل شايف ان اللي حصل بين جريت وشيل عادي جدا ومفيش حاجه غلط عملوها. وبتتصل شيل على جريت علشان تحكي له قصتها، ولكن بيقابلها البريد الصوتي، فبتسيب الرساله وبتقول له انها كانت هتقتل نفسها، بس اكتشفت قناه جريت، وبسبب انه انسان ايجابي خلاها تفضل عايشه وما استسلمتش للانتحار. وبيسمع جريت رساله شيل وبيقرر انه ما يمسحش الرساله، وبيكون جريت في بار مع اصحابه، وبتكون شيل في نفس البار وهو مش واخد باله، وبتشوفه وهو بيعاكس بنت تانية، وبتروح البنت للحمام مع جريت، بس جريت بيرفض اللي البنت كانت عايزه تعمله معاه، وبيروحها البيت. وبيمشي جريت من البيت، وبتكون شيل مراقباه من بعيد. وفي تاني يوم بيزور المحقق يوردان بيت جريت في الوقت اللي جريت بيصور فيديو فيه مع اصحابه، وده لان البنت اللي جريت روحها البيت الليله اللي فاتت ماتت. وما بيشكش يوردان في جريت لانه بعيد عن كل الاحتمالات ان هو اللي قتل البنت دي. وبتبعت شيل رساله لجريت، وبتفضل مستنيه الرد لساعه، بس جريت ما بيردش. وبيجي عليها الليل، وبتتصل على لايل وبتقول انها معجبه، وبتروح لبيت لايل وبيرحب بيها، بس شيل بتبقى عايزه تستغل لايل علشان تبقى اقرب لجريت. ولما بيروح لايل الحمام بتحط شيل المنوم في العصير بتاعه، وبعد وقت قصير بينام لايل بسبب المنوم. وبتسرق شيل المفاتيح واللي منها مفاتيح بيت جريت، وفي طريقها بتعمل نسخه من المفاتيح. وبيكون جريت بيسجل فيديو جديد لنفسه، وبينتهي من التصوير. وبيتصرف لايل بطريقه غريبه بسبب اللي حصل الليله اللي فاتت، بس ما بيحكيش حاجه عن اللي حصل لاصحابه. وبتلاحظ كيكي ان جريت في حاجه غلط بتحصل معاه ومضايقاه، وبيكون هو مش متأكد يقول لكيكي على اللي حصل مع شيل ولا لا. وبتقتحم شيل بيت جريت، وبتنسخ كل ملفاته اللي على الكمبيوتر على فلاش. وبيتصل جريت عليها وبيعتذر لها على انه ما كانش بيرد على مكالماتها، وبيتكلم عن البنت اللي ماتت. وبيبقى موت البنت خلى جريت يحس انه ظلم شيل، وبيقول لها انه عايز يدي فرصه تانية للعلاقه معاها. وبالليل بيوصل جريت لبيته، وبيتصل على شيل، وبيسمع صوت نفسه اللي طالع من الحمام، وبيلاقي ان الصوت طلع من موبايل شيل اللي في البانيو اللي في بيته. وبيتضايق من اللي شايفه، وبيقلق وبيلف حوالين نفسه، بس شيل بتروح ورا الصاله ولكنه بيزعق لها، وبيكون قلقان وخايف من تصرفاتها اللي بتتصرف زي المجانين. وبتتضايق شيل لانها سابت كل حاجه في حياتها علشانه، وبتتعصب وبتضربه، وبترمي نفسها على الترابيزه علشان تخلي جريت يفتكر ان هو اللي زقها، وبينزف دراعها. وبيقلق جريت عليها، وبتنجح خطتها انها تكسب تعاطفه. وبعد دقايق بتعالج شيل الجرح، وبيعرض عليها جريت انه هيدفع ثمن تذكره طيرانها لمدينه شيكاغو، بس بترفض وبتقول له انها بتحبه. وبتبقى مش متوقعه انه يبادلها نفس الشعور، بس بتكون راضيه انها قالت له هي حاسه بايه اتجاهه. وبتطلب شيل منه انه يشرب معاها. وبيصحى تاني يوم وهو حاسس بدوخه وخمول، وبيشوف العصير اللي شربه في الليله اللي فاتت، وبيشوف رساله اللي شيل سابتها له، واللي بتقول له فيها انها سعيده ان جريت بقى ليها، وانها راحت تجيب قهوه. وبيتكلم جريت مع المحقق يوردان بخصوص شيل، بس يوردان بيرفض انه يساعده علشان مفيش اي دليل يدين شيل، وهتبقى القضيه مجرد ان هو قال وهي قال، ويوردان ما عندوش وقت للكلام ده. وبتبعت شيل رسائل لجريت من غير ما تقف، فبيمسح كل الرسائل، وبيركب كفايه ابواب جديده، وبيغير كلون البيت، بس ده ما بيأثرش على شيل.
وبتبعت رسالة لجريت على كل منصات السوشيال ميديا، وبتعمل حساب جديد على اليوتيوب، وبيبقى جاريت بيعمل لايف مع اصحابه، وبتنضم بنت اسمها البنت الحقيقية للبث، وبتشغل الكاميرا وبتطلع شيل وبتقول قدام كل المتابعين انها عملت علاقة مع جاريت، فبيطردها بسرعة من البث وبيعمل لها بلوك، وبيبقى المتابعين مستغربين ومش فاهمين حاجة، وما بيتكلمش جاريت على حاجة، وبينتهي اللايف وبترفع شيل فيديو على اليوتيوب وهي بتترجى جاريت انه يخليها ترجع له، وبيعمل متابعين جاريت الفيديوهات على الانترنت وبيسخروا من شيل وبيقولوا عليها البنت المرميه، وبتفضل شيل تعمل فيديوهات اكتر، وفي كل فيديو بتتجنن اكتر، وبسبب اللي حصل بيضطر جاريت انه يطلب المساعده تاني من يوردن، وبيروح يوردن لبيت شيل وبيقول لها انها ما تتصرفش زي المجانين، وتوري له شيل الايميلات من جاريت وهو بيطلب منها انها تجيله البيت، فبيروح يوردن لجاريت وبيوري له الايميلات، فبيقول له جاريت ان شيل نسخت الملفات وغيرت تاريخ الايميلات علشان يبان انها، ولما بيحاول انه يشرح الموقف للمحقق ان شيل لعبت في ملفاته على الكمبيوتر، ويفضل موبايل جاريت يرن بسبب الاشعارات الكتير اللي جايه، وبيمشي يوردن علشان يتحقق من الايميلات، وبيفتح جاريت الاشعارات وبيفتح موقع عليه فيديو ليه وهو بيعمل علاقه مع شيل، وبيبقى الفيديو انتشر بشكل كبير، بس على الناحيه التانيه بتكسب قناه جاريت متابعين ومشاهدات اكتر، وبتبقى كيكي مش عايزه تبقى جزء من الفريق وبتسيب جاريت ولايل، وبعد فتره بيرفع جاريت فيديو على اليوتيوب لمعجبيه وبيقول انه مش ناوي يمسح القناه، وبيطلب من المشاهدين انهم ما يفقدوش الامل فيه، وبيطلب منهم كمان انهم يبطلوا يتريقوا على شيل علشان بيبقى فاكر انها عندها مرض نفسي، وبتفضل شيل تشغل الجزء بتاع المرض النفسي اللي في الفيديو وهي بتصرخ في المرايه وبتتجنن، وبيصحى جاريت من النوم وهو مخضوض على صوت اتصال ابوه، وبيطلع ان محل الكتب بتاع ابوه اتحرق، وبيقعد ابوه معاه وبيهزر على موضوع الشيك اللي ابنه عايز يديهوله، وبيعتذر جاريت على اللي حصل علشان بيبقى عارف ان شيل هي اللي عملت الحريق بسببه، وبيحضن ابوه وبيوعده انه هيحط حد لجنون شيل، وبيمشي وبيروح جاريت لبيت شيل وهو متعصب وبيخبط جامد على باب البيت وما بتفتحش الباب، فبيكسر جاريت الباب وبيقتحم البيت، وبيشوف على المرايه اللي مكتوب بالروج لايك شير فولو، وبيروح جاريت ليوردن مره تانية وبيوري يوردن الحاجات اللي عرفها عن شيل، وانها طلعت قاصر تحت ال 18 سنه وعملت جرائم كتير لمصحه نفسيه، وبيقول يوردن ان شيل قتلت البنت اللي كانت مع جاريت من كام يوم، وبيحاول يوردن انه يفتح باب بيت جاريت وبينصح جاريت انه يبعد عن شيل، ولما بيفتح الباب بينطلق سهم بيصيب يوردن في رقبته، وبيتصل جاريت على الشرطه لما يوردن بينزف وبيموت، وبيروح جاريت لاسم الشرطه وبتدي له محققه شرطه اوراق ملفات القضيه اللي يحتاج انه ينشرها، وبيقرر جاريت انه يستخبى في بيت عم كيك اللي في منطقه معزوله، وبتقول المحققه ان المساله مساله وقت وهيقبضوا على شيل المجرمه، وبيكونوا اصحابه مستنيينه بره، وبتدي كيكي مفاتيح بيت عمها لجاريت وبيشكرها جاريت، وبيروح جاريت مع لايل البيت، وبيكون البيت مهجور وفيه لوحات غريبه، وبيساعد لايل جاريت ان هم يعملوا جهاز انذار، وان لما خيوط الجهاز تتحرك هيهز الجهاز الجرس اللي في البيت، وده هيدل ان في حد بره البيت. وبالليل بتتفرج شيل على فيديوهات جاريت كذا مره، وبيعترف لايل لجاريت على اللي حصل بينه وبين شيل، بس جاريت ما بيهمهوش اللي حصل، وبتتفرج شيل على فيديو لجاريت وهو بيتكلم مع اصحابه على تحول الناس لزومبي، وبالصدفه بيقول جاريت عنوانه وموقع البيت اللي مستخبي فيه، وبتروح له شيل وبيبقى على اللابتوب بتاعها فيديو بيترفع على النت، وبيصور جاريت فيديو وهو بيقول لمعجبينه انه هيفضل موجود دايما على اليوتيوب، وبالرغم من الخطر طول ما هو عنده المتابعين اللي بيدعموه مش هيبقى عايز حاجه غير كده، وبيدخل جاريت البيت وبيعمل لايف تاني، وبيكون المتابعين فرحانين برجوعه بعد اختفائه لفتره طويله، وبينتهي اللابتوب من رفع الفيديو، وبيقول المعجبين لجاريت على فيديو شيل الجديد واللي بتقول فيه انها عارفه جاريت مستخبي فين، وبسبب انها مطلوبه للعداله ده معناه ان حياتها انتهت، وبتقرر شيل انها تعيش مع جاريت بس مش في الدنيا، وفجاه بيتهز جرس الانذار وبيتفقد جاريت الوضع، وبيفضل لايل مشغل اللايف وبيستعمل جاريت كشاف اضاءه وبيشوف شيل، وبتكون خطوط التليفون مش شغاله ومفيش شبكه، فبيقول جاريت للمشاهدين على موقعه وبيطلب منهم انهم يبلغوا الشرطه، وبتكون شيل بره ومعاها فاس وبتقرر انها تفصل الكهرباء، وبيكون المتابعين فاكرين ان جاريت بيهزر وانه بيعمل فيديو رعب كنوع من الترفيه، وبيفضل اللايف شغال، وواحده من المتابعين بتدور على موقعه من على خريطه جوجل، وبيقرر الاتنين انهم يفضلوا مستخبيين في البيت ويقتلوا شيل لو دخلت، بس لايل بيستوعب ان شيل مش مجنونه بيه هو، فبيقرر انه يمشي ويسيب صاحبه لوحده، وبتبقى عربيته مش راضيه تشتغل، فبيروح يشوف العطل فيه ايه، بس بيشوف شيل اللي معاها فاس فبيقعد يعيط من الخوف، بس شيل بتعدي من جنبه وبتسيبه وبتخليه يهرب، وبيسمع جاريت صوت تكسير الازاز وبتولع نار في البيت، وبيسيب جاريت سلاحه وبيستخدم طفايه الحريق وبيطفي النار، وبتدخل عليه شيل بالفاس وبتهاجمه، بس جاريت بيتصدى ليها وبتوقعه على الارض وبتخنقه بالسلك وبيضربها جاريت وبيبعدها عنه، بس بتضربه بازازه وبتخليه ينزف، ولما بتحاول انها توصل للسكينه اللي على الارض بيمنعها جاريت وبيكتفها وبيكسر ايديها، فبتستسلم وبتساله هو ليه مش بيحبها،
فبيرد عليها وهو بيزعق وبيقول انها كانت المفروض تنساه، بس شيل ما بتكونش مستوعبه ده بسبب جنونها، وبتمسك شيل السكينه وبتطعن جاريت في بطنه وبيضربها بحديده على راسها وبتنزف شيل وبتقع على الارض وبيدوخ جاريت وبيقع هو كمان على الارض وبتموت شيل. وفي تاني يوم بتوصل العربيه للبيت وبتكون واحده من معجبين جاريت اللي كانت بتدور على موقعه، وبتدخل البيت وبتلاقي جاريت بس بيكون لسه عايش، وبتاخده البنت على عربيتها وبتتحرك بيه، وبيطلب منها جاريت انها توديه المستشفى، ترفض وبتقوله انها هتعتني بيه بنفسها. وبتعدي عليهم عربية شرطة وبيكون لايل فيها، ولكن هم ما بياخدوش بالهم ان جاريت في العربية. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهاردة. كان معاكم محمد نوبي.